السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. تعالوا زي ما احنا متعودين إن احنا ندخل مباشرة في أخبار النادي الأهلي. عايز أقول لكم إن الشباب السعودي عرض على النادي الأهلي شراء بيرسيتاو، ويقدم عرض رسمي بقيمة 5 مليون دولار بعد ما فشلت المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، ونادي الزمالك غلى السعر قوي عشان خاطر ما يفرطش في أحمد سيد زيزو اللي عامل مشاكل مع نادي الزمالك وهيفسخ عقده من نادي الزمالك وبيهددهم بفسخ العقد. إلا إن نادي الشباب السعودي توجه للنادي الأهلي وقدم عرض رسمي بقيمة 5 مليون دولار للنادي الأهلي زائد 10% من إعادة بيع اللاعب في حالة إن لما ييجوا يبيعوا اللاعب ما يقلش سعره عن 3 مليون دولار. النادي الأهلي استطلع رأي كولر، وخصوصا إن رضا إسليم صفقة النادي الأهلي الجديدة بتلعب في نفس مكان بيرسيتاو، والنادي الاهلي لقي فيه قبول من مستر كولر، وهنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه خلال الايام القليله اللي جايه في العرض السعودي اللي مقدم لبيرسيتاو، وخصوصا ان بيرسيتاو بقيله سنه واحده في تعاقده مع النادي الاهلي. يوم الاربع القادم باذن الله موعد حفل النادي الاهلي الكبير اللي كان وعد بيه جماهيره ووعد بيه اعضائه ووعد بيه لاعبي النادي الاهلي في مختلف الالعاب اللي فازوا بكل البطولات. النادي الاهلي قال انه هيعمل حفل كبير جدا عشان خاطر كل الفرق اللي فازت بالبطولات الموسم اللي فات، والحفل هيقام في ملعب مختار التتش بالجزيرة، وطبعا هيحضروا كل اعضاء نادي الاهلي، ده غير وزير الشباب والرياضه، ده غير كل القائمين على الرياضه اللي مدعوين من قبل النادي الاهلي واللاعبي الفرق اللي هم فايزين بكل البطولات في الموسم اللي فات. عمار حمدي بيمدد عقده مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه قبل ما يروح سيراميكا كليوباترا للإعارة علشان خاطر يرجع على النادي الأهلي. والنادي الأهلي قال له موهبتك احنا نقدرها واحنا عارفين قيمة عمار حمدي، عشان كده اللاعب أقنعوه بالتمديد لمدة 4 سنوات، عشان خاطر كده النادي الأهلي يقطع الطريق على أي حد يفكر إن هو يستغل عمار حمدي. أوفا إمبي ترددت في الآونة الأخيرة حكايات وقصص وربطوا اسم اللاعب باسم النادي الأهلي، وكمان دخلوا نادي الزمالك، وكمان قالوا إن في خناقة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على مهاجم نادي إنبي أوفا. إلا إن إحنا حاولنا إن إحنا نجيب الحقيقة فين ونتكلم فيها عشان خاطر مشاهدين قناة الأهلوية في الريف. لما تواصلنا مع مصدرنا داخل النادي الأهلي أكد لنا إن النادي الأهلي لم يتعرض أو يعني يتكلم على اللاعب من قريب أو من بعيد، وإن الكلام ده مجرد كلام إعلام فقط لا غير. حتى وكيل اللاعب ومسؤول كبير في نادي إنبي خرج وأكد على صحة الكلام اللي احنا بنقوله، وقال إن الكلام عن الأهلي والزمالك وتقديم عرض رسمي من قبل النادي الأهلي أو نادي الزمالك عاري تماما من الصحة، ومفيش أي عروض وصلت للاعب من النادي الأهلي، ومفيش أي مسؤول من النادي الأهلي اتكلم على اللاعب، وإن الكلام اللي موجود بس في الإعلام فقط لا غير، ولكن لم يرتقي للفعل أو يطلبوا اي لاعب، ده مجرد كلام فقط لا غير. ده عشان توضيح الحقيقة بالنسبة لأوفا. عايز اطلع بقى من الكلام واخبار النادي الاهلي واروح لحاجة مهمة جدا حصلت من واحد احنا بنعتبره رمز في الرياضة المصرية، لما يتكلم بالشكل ده ويجي يقول لك يقحم النادي الاهلي، وبعدين يقول ده انا لا مش ضد النادي الاهلي، لا احنا لازم نرد عليه. الكابتن اسامه خليل، كابتن اسامه خليل طالع بيقول ايه؟ بيقول ان الاهلي استثناء
من بين الانديه. الاهلي استثناء من بين الانديه اللي عندها مشاكل. هي الدوله عايزه كده. حطوا تحت كلمه الدوله عايزه كده 100 خط، واحنا هنرد عشان خاطر الكلمه دي. وقال انا مش ضد الاهلي، انا بتكلم عن الصالح العام. اي صالح عام اللي انت بتتكلم عنه يا كابتن اسامه؟ فهمنا اي صالح عام اللي انت بتتكلم عنه. النادي الاهلي مش ذنبه ان هو فريق ناجح، مش ذنب النادي الاهلي ان هو مؤسسة قايمة على العلم، مؤسسة قايمة على كل حاجة فيها صح. مش ذنب النادي الاهلي ان هو مؤسسة من انجح مؤسسات الدولة. مش ذنب النادي الاهلي ان هو مؤسسة الدولة ذات نفسها بتبص لنجاح النادي الاهلي، وبتتمنى ان كل مؤسسات الدولة تحذو حذو مؤسسة النادي الاهلي. مش ذنب النادي الاهلي ان هو بيخطط صح لفريقه. مش ذنب النادي الاهلي ان يبقى عنده اكتر من 90 مليون مشجع اهلاوي في قلب الوطن المصري. مش ذنبه ان اكتر يعني يقارب على سكان مصر كلها ان هم بيشجعوا النادي الاهلي. مش ذنبه، مش ذنب النادي الاهلي. النادي الاهلي اي مستثمر بيدخل عشان خاطر ان هو يرعى قميص النادي الاهلي بملايين الملايين او مئات الملايين عشان خاطر النادي الاهلي، بتبص تلاقيه بيكسب عشرات اضعاف ما دفعه للنادي الاهلي. وده كله ليه؟ عشان النادي الاهلي مؤسسة ناجحة، مؤسسة اي حد بيستثمر فيها بيربح. مؤسسة جمهور النادي الاهلي مش في مصر بس، ده في الوطن العربي بالكامل، بل في العالم كله. مش ذنب النادي الاهلي ان هو ناجح، مش ذنب النادي الاهلي ان هو ماشي في طريقه وسالك. مش ذنبه ان باقي الانديه او الباقي كله فشله او فاشلين مش قادرين يديروا الانديه بتاعتهم. عشان تيجي تتكلم وتقول ما انت عندك الاسماعيلي من بعد احمد عثمان وهو في النزول وفي التدهور، عملتوا ايه لنادي الاسماعيلي؟ فشلتوا نادي الاسماعيلي، وقعتوا نادي الاسماعيلي كل سنه بيصارع في الهبوط. ولو مش الاحتواء نادي الاسماعيلي كان زمانه في درجه تانية السنه دي. انت بتتكلم في ايه يا كابتن اسامه؟ مش ذنب النادي الاهلي ان كل القائمين على الانديه التانية فشل اداريين، عندهم فشل اداري، عندهم نقص، عندهم عدم قدره ان هم يقدروا ان هم يوقفوا الانديه على رجليها. انت عملت ايه لنادي الاسماعيلي؟ كل اللي اتعاقب على نادي الاسماعيلي عمل ايه لنادي الاسماعيلي؟ فهمنا عشان نبقى نعرف، عشان تبقى تتكلم وتقول ان الدولة عايزة كده. لا، الدولة مش عايزة كده. الدولة مش عايزة ان كل المؤسسات او كل الاندية تبقى فاشلة اداريا او مش قادرة تقف على رجليها. الدولة لما تقف مع نادي ولا تقف مع اتنين مش هتقف مع الاندية كلها. الدولة تعمل ايه؟ الدولة انت كمؤسسة او كنادي المفروض انك انت بتشوف مواردك ايه، دخلك ايه. انا مش ذنبي ان المستثمرين بتيجي تكسب من ورا النادي الاهلي وبتحط مئات الملايين عشان خاطر ان هم يرعوا قميص النادي الاهلي. لكن انت هيرعوا قميصك ولا هيرعوا ناديك عشان ايه؟ هيرعوا ادارتك عشان ايه؟ انت عملت ايه لادارتك؟ عملت ايه لناديك؟ ما عملتوش اي حاجة. ده غير ان في اندية تانية يا كابتن اسامة في مصر الدولة بتقف في ظهرها وواقفة في ظهرها وبتساندها وبتدعمها، ومع ذلك الفشل الاداري فيها وقعها وضيعها وواخدها ورايح للهوية. خلاص ما عادش قادر يقف على رجليه، والدولة مش عارفة تعمل ايه وتساند ازاي وتعمل ايه. وتيجي تقول لي النادي الاهلي والدولة عايزة كده؟ لا، الدولة عايزة كده. عندك نادي رغم ان الدولة من خلال الوزير الشباب والرياضة يا كابتن بتعمل له كل حاجة، اديته 100 مليون جنيه قرض، ورجع التاني حاليا ادته 300 مليون جنيه عشان يقف على رجليه، ومع ذلك مش قادر يقف على رجليه ولا قادر يعمل اي حاجة. لعيبته بتمشي، الدنيا كلها بتنفرط من بين ايديه. النادي بيقع ومش قادر يعمل ايه. النادي مديون لطوب الارض. النادي مديون لطوب الارض يا كابتن اسامة. يعني لما يبقى نادي يعني مديون بس
مديون بس للكهرباء ب 180 مليون جنيه وللميه ب 70 مليون جنيه، لما يكون النادي ده مديون للتأمينات ب 130 مليون جنيه ومديون للضرائب العامة ب 150 مليون جنيه وكمان مديون لاتحاد الكورة بأكتر من 140 مليون جنيه، حتى لهيئة استاد القاهرة بيلعب المباريات وما بيدفعش فلوس لما وصلت مديونيته ل 40 مليون جنيه، حتى شركة الغاز الطبيعي وصلت مديونتها عند النادي ده ل 170 مليون جنيه. ده غير ايه؟ ده غير الديون الخارجية للأندية الخارجية، ده غير الديون للاعيبة المحترفين اللي بيجيبهم وما بيدفعش لهم فلوس، ده غير عشرات القضايا اللي كسر ظهر النادي في الفيفا. وتيجي تقول لي الدولة عايزة كده، الدولة مش عايزة كده، الدولة مش عايزاك تبقى فاشل إداريا، الدولة بتحاول تقف معاك عشان تساعدك وتساندك وتبقى ناجح إداريا. مش ذنب النادي الأهلي إن هو مؤسسة عالية، مؤسسة كبيرة، مش ذنب النادي الأهلي إن هو مؤسسة ناجحة، مش ذنب النادي الأهلي إن الكل في النادي الأهلي بيعمل لمصلحة النادي الأهلي وبيفضل مصلحة النادي عن مصلحته الشخصية. مش ذنب النادي الأهلي إن كل اللي فيه شرفاء بيعملوا على رفعة النادي ورفعة المؤسسة الرياضية اللي موجودة اللي مشرفة مصر وواجهة مصر قدام الرياضة العالمية كلها. مش ذنب النادي الأهلي إن هو ناجح. بصوا لنفسكم قبل ما حد يطلع ويتكلم ويقول إن الأهلي أو الدولة عايزة كده، يطلع يشوف نفسه هو عمل إيه، قدم إيه لناديه، قدم إيه للرياضة، هو ناجح إداريا ولا فاشل إداريا، هو نافع اداريا ولا مش نافع اداريا. لكن هتطلعوا تحطوا شماعتكم وشماعة الفشل بتاعكم على تعلقوا الفشل بتاعكم على شماعة النادي الاهلي، ده اللي محدش هيقبله وهنرد على اي كلام يحصل على النادي الاهلي. كابتن اسامة ارجوك بصوا لناديكم، حاولوا تتعلموا ازاي تبقوا ناجحين وبعدين ابقوا تعالوا اتكلموا. اعزائي المشاهدين لحد كده خلصت اخبارنا، لكن ما خلصتش حكايتنا، وبرجو من اللي بيسمعني لغاية كده ينزل يعمل لايك وشير عشان خاطر الحلقة دي توصل لكل اللي سمع الكابتن أسامة وتوصل للكابتن أسامة شخصيا، واللي بيسمعني لأول مرة ينزل يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة عشان خاطر يوصلوا كل جديد من قناتكم قناة الأهلوية في الريف. أعزائي المشاهدين بشكركم وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.